كلنا بنبحث وبندور عن ايه هي الاشياء اللي احنا ممكن نعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا. كذلك برضو بندور على ايه هي الاشياء اللي احنا ممكن نتجنبها علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ما يغضبش علينا. فتعالى حبيبي في الله نعرف مع بعضنا مين هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبهم علشان نحاول ما نكونش منهم. فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا، فتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى عن الأصناف من الناس الذين لا يحبهم الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا وإياكم منهم. أولا الظالمون لا يحبهم الله تعالى ولا يحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. والظلم كما تعلمون جميعا سبب لبغض الله تبارك وتعالى للعبد، لأنه اعتداء على حقوق الآخرين. ونحن ذكرنا قبل ذلك وقلنا بأن يوم القيامة هناك شيء يسمى القنطرة ترد عليه مظالم العباد، فلن تستطيع أن تمر حبيبي إلى الجنة دون أن تؤدي ما عليك من مظالم. من الذين لا يحبهم الله تعالى أيضا المعتدون. وفي الحقيقة هذا الخلق السيء وهو الاعتداء مذموم في الكتاب والسنة، والله تعالى لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يعني اللي بيظلم قيد شبر ربنا سبحانه وتعالى بيطوقه بقدر الشبر ده من 7 أراضين يوم القيامة. والاعتداء معلوم إن هو بيكون في الأموال أو في الحدود أو في الدماء، وهو مبغوض عند الله تبارك وتعالى، وقد توعد الله تعالى المعتدين، فالله سبحانه وتعالى لا يحبهم. من الأصناف أيضا الذين لا يحبهم الله تعالى المفسدون في الأرض، والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأبغض الناس إلى الله من يبتغى في وجهه سوء، رواه الطبراني في الكبير وصححه الإمام الألباني. والله تبارك وتعالى يقول في محكم آياته: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذر حبيبي في الله أن تكون من المفسدين في الأرض. كذلك من الذين لا يحبهم الله تعالى أيضا الخائنون، والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر يوم القيامة لواء يرفع له بقدر غدرته أو غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، رواه مسلم. والخيانة من أخبث الصفات في الإنسان، وقد توعد الله عز وجل وقال: والله لا يحب الخائنين. كذلك من الذين لا يحبهم الله تعالى المتكبرون، نعوذ بالله من هذه الصفة التي ليست إلا لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، تخيل هذا الحديث: لا يدخل الجنة، يعني مش هيدخل الجنة خالص، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، سبحان الله العظيم. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. يعني الواحد فينا يا رسول الله بيحب يلبس كويس، وبيحب ان هو يكون يعني نظيف البدن والثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان مش هو ده الكبر، مش الكبر انك تلبس كويس وانك تكون نظيف الثياب والبدن. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني الكبر تعريفه ان انت ترد الحق اذا جاءك، كذلك تغمض الناس او تغمط الناس، ان انت تبص لهم من فوق لتحت، يعني بعين السخرية والاستهزاء.
من الذين لا يحبهم الله أيضا الفرح المذموم، اللي بيفرح بس بيفرح إيه؟ فرح مش منضبط بالقرآن والسنة وما عليه سلف الأمة. الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه في سورة الإسراء حينما الله تبارك وتعالى خطب قارون، قال: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مش ممكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يكون يحب الفرحين اللي هم بيفرحوا فرح بطاعة الله، ولكن يقصد الله في هذه الآية إن الله لا يحب الفرحين الذين يفرحون بمعصية الله تبارك وتعالى والتكبر على الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبغى عليهم فخسفنا به وبداره الأرض. رواه أحمد في المسند عن ابن عباس، والمعنى مأخوذ من القرآن وتفسير السنة. من الذين لا يحبهم الله المختال الفخور. والله تعالى قال في سورة لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ودليلها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه، يعني لابس جلابية كويسة غالية مثلا وماشي كده يتبختر في مشيته حتى يعني يعجب الناس، والناس تقول عليه مثلا ما شاء الله ده بيلبس كويس وده غني وده مش عارف قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني يتجلجل؟ يعني نازل في الأرض إلى يوم القيامة بسبب أنه كان يختال ويتكبر على الناس بثيابه، والحديث عند البخاري ومسلم. فهذه صفة لا يحبها الله تعالى. كذلك من الأصناف الذين لا يحبهم الله الكفار والمنافقون. والدليل أن الله عز وجل كثيرا في القرآن يقول: إن الله لا يحب الكافرين. وكثير في القرآن برضو أعد للكافرين عذابا، وهكذا من الآيات التي يتوعد الله عز وجل فيها الكافرين والمنافقين في القرآن الكريم وفي السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل عمل مشرك، والحديث رواه مسلم. والمنافق يكون مشركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. اللي بيعمل صفة من الصفات الثلاثة دي هناك فيه خصلة من خصال النفاق. رواه البخاري ومسلم. من الذين لا يحبهم الله أيضا المسرفون والمبذرون. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقوله تعالى أيضا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذه صفة مذمومة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. لا تسرف، مثلا في بعض الناس ينفق أموال كثيرة جدا على الطعام والشراب مثلا، فهذا مسرف. كذلك المخيلة اللي هي يصرف أموال عظيمة جدا لأجل مثلا يركب سيارة بملايين الجنيهات، ومثلا ينفق على الطعام مئات الآلاف والكلام ده كله، وغيره من المسلمين لا يجدون طعاما يأكلونه. من الذين لا يحبهم الله تعالى المجاهرون بالمعاصي، الذين يفعلون المعصية ويتجاهر بها ويفتخر بها، بل ويتحدث بها أمام الناس. فهذه مصيبة كبرى، احذر فإن الله يبغضك. يعني ربنا بيكرهك يعني. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يعني بيهتك ستر ربنا عليه وبيفضح نفسه، يقول امبارح أنا فعلت كذا وكذا وكذا، في حين ان هو لما عمل الحاجة دي ربنا ستر عليه والناس ما شافتوش. فهذا هو الذي يجاهر بالمعاصي
الله تبارك وتعالى يكرهه، والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. كذلك المجاهرة بالمعصية تحدي لله تبارك وتعالى ولأوامره، لأن الله ستر وأنت تفضح نفسك. هؤلاء هم الأصناف من الناس الذين لا يحبهم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر حبيبي في الله أن تكون من هؤلاء الذين لا يحبهم الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسى حبيبي في الله إن وصلك هذا الفيديو أن تشاركه مع إخوانك وأن تتفاعل بالإعجاب معه حتى يصل إلى عدد كبير من الناس المسلمين، حتى يتقوا هذه الصفات المذمومة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.